السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا مرات؟ وحشتوني كتير. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا جدا جدا. لو لأول مرة تشوفيها ما تنسينيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتعملي لي لايك وتكتبي كومنت حلو زيك عشان اعرف ارحب بيكي. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل مكرونة بالسجق، حاجة كده في حلة واحدة في طبق واحد، حاجة منجزة سريعة. بصي مش تاخد معاكي اي وقت خالص. انا بجيب السجق بتاعي وهقليه في الحلة علشان الزيت اللي قليته فيه هو ده اللي هعمل بيه بقية الطريقة. طبعا بص، الخطوات سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. هنجيب الحلة بتاعتنا ننزل فيها بالزيت ونحمر الحاجة، وهحمر السجق بتاعي. واسفة طبعا على الصوت عشان انا ولادي ما بيحللهمش الزعيق والصوت والكلام غير وانا بسجل، مع انه والله بخش في اوضة لوحدي علشان ما يعني صوتهم ما يبانش، فاسفة. هنا خلاص السجق بتاعي اتحمر، فهطلعه في طبق ونمشي مع بعض واحده واحده ونشوف هنعمل ايه. بصوا يا بنات، بصوا يا بنات، اليوم ده انا كنت بره بشتري مشتريات. مش عارفه والله الفيديو ده هينزل ولا لا، يعني متردده انزله ولا لا. فعشان لو ما نزلتوش تبقوا فاهمين، فاللي هو انا كنت راجعه متاخر، مفيش وقت، جعانين جدا، خلاص بقى عايزه اعمل حاجه حلوه في نفس الوقت اللي انا ما كروتهمش، وسريعه جدا لان بجد ما كنتش قادره اقف اعمل اي حاجه. ففكرت في الفكرة ديت ان احنا نعمل الاكلة دي ما بتاخدش مننا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. مفيش، في نص ساعة بتبقي خلصتي الاكلة وبألف هنا وشفا، ومفيدة وكل حاجة. بصوا يا بنات، ما تقلقوش يعني من الاحمرار اللي في الحلة ده، زي ما قلت لكم قبل كده بتنضف كويس جدا ومفيش اي حاجة بتمسك فيها. هطلع السجق بتاعي كله، وبعد كده في الزيت دوت هزوده بس السيكة لان هو كان قل معايا مش هعرف احمر فيه حاجة. هنزل بقى بالبصلايه بتاعتي. انا هقلل البصل يا بنات لان انا ما بحبش صلصه المكرونه بالبصل، انا بحبها بالثوم. فانا بس حاطه البصل علشان ما ينفعش الوصفه دي استبعد البصل فيها، فعشان كده حطيت شويه صغيرين جدا، اللي هي بس يدي النكهه بتاعته، ما يبقاش طعمه قوي قوي ان انا ما اقدرش اكله. خلاص يا بنات هنشوحه كويس جدا، وقبل ما يخش على التحمير هنشوف هنحط ايه تاني. بصي بقى يا امورايا، يا ريت بقى نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يا ريت نقول اي اذكار واحنا واقفين، نشغل نفسنا في اي حاجه. يعني خلينا ناخد حسنات كده واحنا بنعمل شغل البيت معانا. طبعا لو ركزتوا في الفيديو ولادي حواليا، انا ما ينفعش اقف في المطبخ كده لوحدي رايقه، لا لا لا، لازم كده يقفوا حواليا، وماما ماما 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 ربنا يخليهم يا رب ويبارك فيهم. هنا يا بنات انا حطيت فلفل احمر، هو مش حامي قوي ولا اي حاجه، بيدي تيست بس حلو كده في الاكل. و توم طبعا، لان انا بقول لكم انا بحب صلصه المكرونه بالثوم. هنحمر ده كله يا بنات. هنا اللهم صل على النبي، البصل مش محمر، محرق يعني ما اتحرقش، عشان لو انت لسه داخله ما تتخضيش، ده لون الزيت من السجق. تمام تمام. هنحط ماجي، بتحبيها حطيها، ما بتحبيهاش ما تحطهاش، زي ما بقول لكم في كل وصفه بحط فيها ماجي. انا بس عشان اتعودت على طعمها يا بنات، اساسيه بالنسبه لي، يعني لو ما بحطهاش بحس بفرق كبير. وان شاء الله باذن الله هحاول احاول احاول اعملها في البيت، ولو عملتها اكيد هعملها معاكم. ملح وفلفل، ونقلب ده كله، وهننزل بالصلصه بتاعتنا. طبعا انا اللي مساعدني في الموضوع ان الصلصه جاهزه، البصل جاهز، الثوم جاهز، كل حاجه. انا بس يعني ما قلتش غير السجق وطلعته وهقطعه وخلاص. طبعا احنا عارفين طريقة المكرونة، بنجيب الحلة وبنحط فيها مية ونحط ملح وزيت ونسيبها تغلي، وبعد كده ننزل بالمكرونة. مش عارفة والله يا بنات المقطع ده اتحذف ولا هيجي، ف تقريبا هيجي شوية كده. خلاص كده كله اتحمر معايا واخد اللون الذهبي الجميل. هنزل بقى بالصلصة بتاعتي. مقطع المكرونة جاي اهو، انا اللي مستعجلة. خلاص يا بنات ادي نزلت بالمكرونه بتاعتي. بصي بقى، عايزه تحطي مكرونه قلم شغاله، عايزه تحطي كوكعه شغاله، عايزه تحطي خواتم شغاله، عايزه تحطي سباكيتي شغاله. بس بما ان السباكيتي يعني ايه طويله وكده، فمش مش هتعرفي تاكليها كويس بالسجق يعني، فخلينا في الحاجات الصغيره شويه.
هنا قطعت السجق بتاعي بالمقص، وهنزل بقى في الصلصة لما دخلت خلاص في التسبيك يعني وتقلت كده معايا. انتوا عارفين طبعا طريقتي ان انا ما بسبكش الاكل او كده. هنا يا بنات انا مش هصفي المكرونه لاني احنا كنا هناكلها في ساعتها. انت لو هتاكلي المكرونه في ساعتها ما تصفيهاش ولا تبرديها، انزلي على الصلصه على طول. لكن لو مش هتاكليها في ساعتها لازم تصفيها وتبرديها وبعد كده تحطيها، لان هتمسك في بعض وهتعجن لو سبتيها. انا هنا بحط كميه المكرونه بتاعتي، طبعا انا هشوف المقدار اللي انا عايزاه على حسب الصلصه اللي انا هحطها، لان انا عندي جزء في البيت بيحب بيحب المكرونه سوري من غير صلصه. طبعا مين الاستاذ اللي بيحب كده؟ بودي. عندي بودي مش بيحب ياكل المكرونه بصلصه خالص، وحاولت معاه والله كتير، حتى عملتها له بطرق كتير جدا استحاله. حتى الكشري المصري بتاعنا في البداية ما كانش راضي برضه احط له الصلصة والدقة والجو ده كله، وفضلت اضغط عليه في موضوع الكشري ده بالذات لحد ما تقبلوا بالفكرة دي. انا طبعا هنا بقى بديهم المكرونة اللي هي من غير صلصة دي، نقنقوا فيها كده لحد ما اخلص. وطبعا زي ما قلت لكم في جزء مش هيتحط في الصلصة هيتساب، ده اللي هيتحط البودي. هنقلب بقى كل الكلام ده كويس جدا. انت كده خلاص المكرونه خلصت معاكي. بصوا يا بنات يعني والله العظيم انا لما بشوف الفيديو بستعجب، يعني حد يمشي وحد يجي، حد يمشي وحد يجي. واللي منوره الشاشه رهف حبيبه قلبي، ربنا يحميها يا رب ويبارك فيها. ما رضيتش صراحه احط ايموشن عليها. بكده خلاص يكون الفيديو بتاعي انتهى معاكم. جربوها يا بنات مش هتندموا، حلوه جدا. ولو مش مشتركه نوريني باشتراكك، ومع السلامه.